اليوم بنحضر تشيز كيك بالتمر. نجهز في المطبخ المكونات اللي قدامنا. نبدأ بتحضير البسكوت ونطحنه. نضيف له زبدة KDD. أما العسل فرح يساعد في تماسك المكونات، وهو طبعاً المكون السري لطعم رائع. نخلطها كويس ونفردها في الصينية، وفي صحن تاني نحط جبنة كريمة ونمزجها مع قشطة KDD وكريمة KDD السائلة. فوقهم شوية عسل ونخلط. نسكبها ونفردها على الصينية، ونزود عليها طبقة من عجينة التمر. بعد التبريد لمسات أخيرة بالتمر والمكسرات، وبالعافية عليكم.